هاتي لي بقى اي صينيه عندك وتعالي نعملها دفعه واحده ونريح دماغنا كده. احفظي بقى الفيديو ده عندك علشان هينفعك الايام الجايه. وكالعاده حبايبي ما تنسونيش من دعمكم باللايك وشير على الفيديو وتعليق حلو زي قلوبكم. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه كده بجيب البوله بتاعتي واحط فيها كوبايه من الميه الدافيه، وهضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر، معالق الاكل العاديه. هحط بقى كيس من الخميره الفوريه، كيس كامل كده من الخميره. بس كده، اهم حاجه بقى تكون الميه معاكي دافيه علشان تنشط الخميره معاكي بسرعه. قلبي بقى كويس جدا كده لغايه حبيبات الخميره دي ما تدوب معاكي تمام. بعد كده هنزل باربع كوبايات من الدقيق، والدقيق هنا نوع متعدد الاستخدامات او دقيق فاخر على حسب بقى المتوفر عندي. والكوبايه اللي انا مستخدماها دي 250 مللي، نفس الكوبايه اللي انا عايرت بها الميه في الاول. هقلب بقى، بس قبل ما انسى كده كنت هقلب ونسيت هنا الفانيليا ونص معلقه من الملح، لازم احطهم كده قبل ما اقلب. واحط هنا كمان 3 معالق كده من السمسم المتحمص، السمسم الاحمر مش الابيض. تمام كده، وهقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه. بعد كده بقى هنزل بالسمنه بتاعتي، بس لما يعني الدقيق يختفي شويه كده هنزل بكميه السمنه. معايا هنا بقى السمنه بتاعتي، معايا الكوبايه برضو نفس الكوبايه اللي انا عرت بيها في الاول، معايا هنا كوبايه الا ربع من السمنه. هزود عليها ربع كوبايه من الزيت. لو عايزه تحطي نص المقدار سمنه ونصه زيت مفيش مشكله، بقى تحطي نص الكوبايه سمنه ونص الكوبايه التانية زيت. بس السمنه تكوني مسيحاها، بس تدفع على النار كده وتضيفيها، مش سمنه يعني على طول تحطيها من البرطمان، لا لازم تسيحها شويه على النار. وهننزل بقى بكل السمنه بتاعتنا ونقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه لغايه حبيبات الدقيق دي ما تختفي وتشرب السمنه خالص. بعد ما شربنا دقيق السمنه كله كويس كده، بصوا بقت بالشكل ده، هنبتدي بقى ان احنا نزود هنا شويه ميه. هنحط كده قيمه نص كوبايه من الميه كمان، ميه برضو الميه تكون دافيه. وهنقلب برضو كويس جدا كده العجينه بتاعتنا لغايه اما نكون معانا عجينه. بس هو هتلاقيها كده تاني فرولت معاكي وكده بقى شكلها مش مظبوط، هتلمي معاكي دلوقتي لما تعجنيها كويس. بس مش عايزين بقى نعجن خالص، يعني مجرد بس ان المية دي تختفي في العجينة والعجينة تبقى ناعمة معاكي كده، خلاص بقى كده مش عايزين نعجن كتير فيها. بس كده، بصوا بتكون بقى ده الشكل بتاعها، عجينة بتكون طرية كده وفي نفس الوقت ما بتكونش يابسة قوي معاكي. بس كده، هنبتدي بقى احنا نجيب العجوة بتاعتنا اللي احنا هنحشيها في نص الصاج. هنا معايا 400 جرام من العجوة اللي هي العجوة المفرومة. باكو كده من العجوة ده 400 جرام. تمام كده. هنبتدي بقى ان احنا نقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حتى لو لقيتيه جامد معاكي ممكن تسخني الفرن حاجة بسيطة كده، تدفيه حاجة بسيطة وتحطيه فيها وتطفي الفرن وتحطيه فيها، هتلاقيه لينت معاكي بقت لينة خالص، وتعرفي ان انتي تقطعيها وتعرفي ان انتي تمسكيها تاني وتلينيها على ايدك. احنا بقى بعد ما قطعتها كده هبتدي بقى ان انا احط لها معلقة من السمنة علشان تبقى لينة معايا وتبقى كده ما تنشفش في قلب العجين. بصوا هنبتدي بقى ان احنا نعجنها كويس كده لغايه اما تلين معايا كويس، وخلاص على كده. بس لازم تحط لها معلقه السمنه دي. بصوا بقت لينه كده، خلاص بقى هشيلها هركنها على جنب، واجيب بقى المفرش بتاعي واجيب نص العجين بتاع العجين ده. انا مش بسيبه يخمر خالص، مجرد ان احنا عجناه خلاص على كده. احنا على طول بنشتغل فيه، مش بنسيبه يخمر، الخمر كله بعد التشكيل. هناخد نص العجينة بتاعتنا بالشكل ده. هنجيب الصاجة اللي هنعمل فيها دي، صاجة 30 في 40، اللي هي اول صاجة اللي هي الوسطانية في الصواني المستطيلة دي، الوسطانية اللي فيهم. هبتدي، بس احنا مش هندهنها اي حاجة، مش هندهنها سمنة ولا حاجة، هي اصلا العجينة يعني فيها السمنة كفاية بتاعتها. هنبتدي بقى ان احنا نفرد نص العجينة على طول كده من غير ما نفردها في الاول كده على المفرش، لا احنا هنجيبها كده على الصينية على طول. انا كنت هفردها الاول على المفرش، بس لقيت ان اصلا هي العجينة ما شاء الله سلسة كده وهتتفرد معايا بايدي عادي كده في الصينية على طول. بصوا فردتها في ثواني، بسويها بس كده واملى بيها اللي هو النص الاولاني كده، بملى بيها الصاجة من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينها دي.
بس كده هاركنها بقى على جنب واجيب بقى هنا العجوة بتاعتنا علشان هنحطها في النص. طب انتي بتعملي ايه يا اسماء؟ انا بعمل النهارده صاج القراقيش اللي هو بيبقى ايه، بنحطه كده دفعة واحدة من غير ما نعمل ما نقطع بقى ونعمل غلبة كتير. هنعمله كده في صاج واحد، هوريكم دلوقتي. بصوا انا هنا كان ما كنت صورت الحتة دي، بس انا جبت العجوة بتاعتي وفردتها بالنشابة زي ما انتوا شايفين كده، وبقيس عليها الصاجة علشان اعملها بنفس المقاس بتاع الصاجة بتاعتي عشان احطها في نص الصاج، طبقة من العجين وطبقة من العجوة. بصوا فردتها كده، بجيب بقى او ممكن تفرديها على حاجة بلاستيك كده او اي حاجة عندك، كيسة قطعيها ونصين كده وافردي من تحت ومن فوق واي حاجة يعني ممكن تفردي عليها، مش شرط ان عندك مفرش سيليكون زي ده بس. تبتدي بقى ان انت تسويها بالشكل ده وتجيبي بقى بس اهم حاجة بصوا الطروف اللي هي بتاعت العجوة دي ما تخليهاش تلامس الصاجة بتاعتك، علشان بعد كده لما نيجي نسويها ما تتحرقش في الفرن. تمام كده، ما تاخدش لسعة من الفرن. حاولي ان انتي تحطيها في النص كده، تظبطيها تبقى مقاس واحد بس. وهنركنها بقى على جنب، ولما نجيب بقى العجينة اللي هي الأخير اللي هنحطها على الوش بتاع الصاج بتاعنا. بصوا هنبتدي ان احنا نفردها كده فردة بسيطة بس كده، وبعد كده هنكمل فردها على الصاج بتاعتنا. بصوا بفردها حاجة بسيطة كده، وبعد كده هاجي جايباها على طول على العجوة بتاعتي دي بقى، بتكون اخر طبق اهو بالراحة كده، سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي غلب. بصوا هتتفرد معاكي اصلا بكل سهولة، اصلا العجينة لينة وما شاء الله هتتفرد معاكي بكل سهولة. بصي بتحاولي كده بطراطيف صوابعك وان انت تظبطيها كده وتملي كل الفراغات دي. مش عايزة خالص العجوة تبان خالص علشان ما تتحرقش في الفرن وتنشف معاكي، لا لازم تتغطى كويس قوي كده بطبقة العجين بتاعتنا. لو عندك يعني نشابة صغننة او حاجة ممكن ان انتي تفردي بيها، او على كيستين بلاستيك كده تفتحي كيس في الارضية وتحطي العجينة او العجوة في النص وتحطي الكيس التاني وتفردي عليه بس. الطريقة دي سهلة ومش هتاخد معاكي وقت اصلا. بصوا بحاول كده ان انا اي حتة تكون فيها عجوة كده ومفيش عجينة بجيب من حتة العجين التانية واغطيها بالشكل ده بحيث ان هي تبقى كلها متغطية. باجيب السكرافر بتاعي او مسطرة تكون نضيفة كده انت سايباها للمطبخ، او اي حاجة معلقة او بالمعلقة العادية خالص ممكن انت تسوي بيها. بس احنا عايزين بس نسوي السطح بتاع القرقيش بتاعتنا كده عشان تطلع متسوية ومظبوطة معاكي، والواحدة طالعة بوحدتها كده ومتسوية وشكلها حلو. بصوا بس كده هبتدي بقى ان انا احط كده معلقة كده مليانة من السمسم على الوش ونوزعها على الصاجة كلها زي ما انتم ملاحظين كده. بصوا خلاص كده قبل ما تسيبيها تخمر لازم توزعي السمسم بتاعك. بضغط بس عليه كده علشان يلزق كويس في العجينة بتاعتي. بس كده مجرد بقى ما سويناها بالشكل ده هنبتدي بقى نجيب السكينة ونقطعها. بصوا ما شاء الله بقت متسوية وتمام خالص. هجيب بقى السكينة واقطعها بقى كده على ايه، على اشكال القرقيش بتاعتنا. حاولي بس ان انتي ترفعي بقى على قد ما تقدري كده عشان تطلع معاكي كده ايه مستوية ومقرمشة وتحفة في الاخر. بصوا بقطعها بالشكل ده، وبعد كده هجيبها بقى بالعرض واقطعها على نصين بس كده، نص ودي النص التاني وخلاص كده. بيبقى ده بقى الشكل بتاعها كده. بصوا سهلة ازاي، سهلة وبسيطة. عملنا شوية قراقيش كده في ثواني اهو ما شاء الله في صاجة واحدة كده وتحفة يا بنات. هنسيبها بقى لما تخمر معانا، دي بقى الخمر اللي احنا هنخمره لها، هنغطيها ونسيبها لما تخمر نص ساعة. مجرد بس هي ضعفت حجمها مش زي ما انتوا شايفين كده نص ساعة، وابتدي بقى ان انا اسخن الفرن بتاعي. هي بتدخل على فرن يكون هادي، لازم التسوية بتاعتها تكون هادية علشان تاخد التسوية المظبوطة من فوق ومن تحت، وبحطها في الرف الوسطاني لغاية اما تتحمر من فوق ومن تحت كده وتبقى مقرمشة وحلوة معايا في الاخر ومستوية. بصوا بيبقى شكلها حلو كده
تدخل بقى تقعّديها على نار هادية، ما تعلّيش النار، لازم تقعد على نار هادية علشان في الآخر تاخدي النتيجة بتاعتها حلوة، تطلع معاكِ باللون التحفة ده من فوق ومن تحت، وتطلع مستوية ومقرمشة برضه. بصوا ما شاء الله تحفة يا بنات، جربوها علشان بجد هتعجبكم أوي، سهلة وبسيطة، ولو انت أول مرة كده بتعملي حاجات في المعجنات هتعمليها بكل بساطة. إن شاء الله هاسيب لكم المقادير كلها في أول تعليق مثبت. بصوا تحفة ازاي، عايزة بس كوباية شاي بلبن كده الصبح وتحفة بجد، أو كمان دخل علينا برد وشتا، فالوصفة دي إن شاء الله هتعجبك، وعايزاكي تحفظيها عندك علشان بجد هتعجبك أوي، مش هتبطلي تعمليها. بجد يعني الشتا والبرد والحاجات دي بيحب ان انت تعملي على طول معجنات وحاجات بقى بالعجوة زي دي. عايزاكم تقولوا لي رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة، وبتمنى يكون عجبكم. بس كده انا خلصته وعبيتها كده في طبق اللي يكون ليه غطا علشان ما تطراش معايا، تفضل مقرمشه وطعمها حلو. بس كده يا رب يكون عجبكم الفيديو، متنسوش تقولوا لي رايكم فيه، متنسوش يا بنات تدعموني بلايك وشير مع اصحابكم، وقولوا لي بقى بتتابعوني منين، واشوفكم بقى على خير في فيديو تاني جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.